ازيك؟ يا رب الكل يكون بخير. ما تنساش في الاول تبقى تدعي لاخواتنا هناك وربنا يرفع عنهم البلاء ويكون في عونهم. وخلينا نخش في الموضوع على طول عشان عندي رسالتين صغيرين. واحده لابراهيم سعيد بصراحه عشان اثبت لك فعليا ان الراجل عنده حق، وهثبت لك ان الراجل بيتهاجم ومحمد صلاح فعلا حطه في دماغه. ربنا يستر بس ما يطلعش حطه في حته ثانيه. المهم، والرساله الثانيه للادارتين الاهلي والزمالك عشان موضوع نهائي كاس مصر. شوف ابراهيم سعيد بتشوفه زي ما انت بنسمع الفتره الاخيره دي، بنتفرج على الحاجات، مش هقول بنتفرج عليه لان انا عارف ان مفيش انسان عاقل هيتفرج على ابراهيم سعيد، احنا بس بنشوف الاخبار اللي بتنزل على السوشيال ميديا. فالراجل بيقول لك انه بيهاجم مع محمد صلاح. مش عايز حد يزيد على كلامي، انا من الناس اللي انتقدت صلاح جامد، وكل الناس الطبيعيه اللي عندها عقل لازم تنتقده بعد ما يورجن كلوب طلع عليه البقين دول. لكن لما انكشفت الامور والراجل غاب بدل الماتش 2 و3، لازم تعرف ان اتحاد الكوره بمشرفين بمشرف المنتخب كله، كل المنظومه الكرويه كلها هي اللي لبست صلاح ولبست الجمهور في الحيط. شيء طبيعي ان احنا نزعل من صلاح في الموقف ده لحد ما اتثبت عكس الرؤيه، لحد ما قبل ما صلاح، يعني صلاح لو كان لعب ماتش تشيلسي او الارسنال اكيد كنا هنشيل منه طبعا. لكن لما يغيب عن ماتش بيرني كمان، يغيب 3 ماتشات، يبقى اتحاد الكوره انت عندك منظومه ما يعلم بها الا ربنا، ما يعلم بها الا ربنا. فشيء طبيعي انك تقول الراجل ما كانش غلطان في الموقف ده، عشان مش عايز الاقي حد يقول لي ما ضربه الجزاء اللي ضيعها في قدام السنغال وزيزو مش عارف، طب كاس العالم 2018 هو اللي صعدنا. ماليش دعوه بالكلام ده، احنا بنتكلم في الموضوع ده لوحده. فتحاسب دايما كل شخص على كل موقف، مش هنقعد بقى نقول ايه اصل تاثيره معانا سلبي بقاله فتره كبيره. انا ما بتكلمش في القصه دي، بنتكلم في قصه ادعاء الاصابه. فمش عيب انك تطلع تقول ظلمنا الراجل واتحاد الكوره هو اللي يشيل، لان اي حد انتقد صلاح في الفتره دي انت انسان طبيعي وانسان عندك نخوه وغيره على وطنك وبلدك، ده شيء طبيعي. فانك توصل بقى بيك الحال الغيبوبه، تقف تقول ان صلاح بيهاجمك كابراهيم سعيد يعني، وحطك في دماغه. ابراهيم سعيد، محمد صلاح ما حطش فرانك سييه او اي لعيب من لعيبه كوت ديفوار او ساديو ماني. حتى لما طلع قال صلاح ما عندوش الميداليه دي بتاعت كاس الامم، ما حطش الناس دي في دماغها. هيحطك انت ابراهيم؟ شوف يا هيما عشان نقفل موضوع ابراهيم سعيد ما نطولش فيه. ابراهيم سعيد في مره تعمل زملكاوي وتقول جمهور الاهلي ما فهمش كوره وتخبط وتقل في ادبك وبتاع عشان خاطر تكسب عقليه الزملكاوي الفاشله اللي بيحب يسمع الكلام ده، مش فاهم ان انت راجل بتدور على ترند. ما لقيتش ان السبوبه ماشيه في الزمالك، قمت هوب حس فجاه صحيت هوب انا فقت، انا رجعت لعقلي وصوابي، انا اهلاوي والزمالك ده فيه وفيه. ما انت ما لقيتش سبوبه هناك الناحيه الثانيه وفي مشاكل والسبوبه كانت محجوزه لناس معينه هناك ايام عهد مرتضى. تعمل ايه؟ تقوم راجع اهلاوي وتفوق وتبدا تدافع عن النادي. انت لا بتدافع عن النادي ولا انت ليك اهلي ولا انت ليك زمالك، انت ليك ابراهيم سعيد والترند. انت بتدور ازاي تبقى ترند، فترند براحتك، حاول تركب الترند، بس في الاخر الترند اللي بيركبك عشان تبقى فاهم يعني. لان صلاح مش هيحطك انت في دماغه خالص، صلاح مش شايفك يا معلم ولا حد شايفك بامانه ربنا. وزي ما قلت لك ده مش دفاعا عن صلاح، مفيش اهلاوي عاقل هيبقى مصدقك دلوقتي، مع احترامي لاي اهلاوي بيصدق ابراهيم سعيد. مفيش اهلاوي عاقل هيكتب لك كومنت ايجابي على اي فيديو ليك، انت راجل درجتك معروف. فنقفله ونخش في الموضوع الاهم، الاهلي والزمالك ونهائي كاس مصر. شوف عشان نتكلم بدون عاطفه، ده ماتش تقيل وماتش المفروض يتلعب في استاد القاهره وبيحضروا كبار المسؤولين من الدوله كمان، مش من الكوره بس، خارج الدوله حتى مسؤولين سياسيين ومناصب عسكريه كبيره تقيله بتحضروا. انا معاك ما قلتش لا، لكن عزيزي عايز افكرك بحاجه، مشجع الكوره بقى الاهلاوي والزملكاوي ومشجع المصري عموما، حتى الناس كلها بتتفرج على الماتش دوت، حتى اللي انتمائه اسماعيلي مصري اتحاد ايا كان. انت المفروض الماتش دوت كان في يوم من الايام ترتيبه الخامس والسادس عالميا في الفيفا. وارجع راجع كلامي شوف من سنين وانت هتتاكد ان كلامي صح، انا ما بفتيش ولا بهبد في الكلام ده خالص. فانت اللي كان عمل قيمه الديربي دوت في الفيفا انه مره يتصنف خامس ومره ينزل سادس ومره يرجع خامس، ان الاثنين كيانات كبيره، كان الاهلي كان كبير والزمالك كان كبير، ما قلناش حاجه، بس في نفس الوقت الجمهور، ما هو العدد الجماهيري والحضور والمشاهدات اللي بتبقى في الاستاد اهم حتى من خارج الاستاد، دي عملت قيمه للديربي كبيره. حيث فجاه ما بقاش بنشوف الحضور الجماهيري دوت. تتفرج دلوقتي بتلاقي مثلا 500 واحد، 1000 واحد، 5000 هنا و5000 هنا. لا يا معلم، انا رحت العب ماتش في حجز ساعتين وجبت فرقتين تقول من اصحابي، بيبقى فيه بتاع 2000 واحد بيتفرجوا على الماتش من الاخر. واكيد كل الناس كده في المناطق الشعبيه. فما يلاقيش ان الاهلي والزمالك ونهائي كاس مصر والزمالك عمل صفقات والكل بقى عايز يتفرج وكل مستني، وده الجمهور ده مستني يكسب وده مستني يكسب عشان نقعد نحفل، في الاخر الاقي الاستاد فاضي. مش هكدب عليك. فبعيد عن العاطفه، اوكي اطلع، بس اطلع صح. تطلع يعني تطلع صح. يعني احنا بنسمع عن الناس اللي بتروح هناك السعوديه من الوسط الفني عموما، ان كانوا فنانين ممثلين بقى او مغنيين ايا كان حد من الوسط الفني، بتاخد ارقام اللهم الحسن، بنسمع عن ارقام مش طبيعيه. فعزيزي الممثل ايا كان اسمك رقم واحد في مصر من الممثلين القدام حتى بكل الاسماء عشان ما نذكرش اسماء حد. لو سالنا اي حد في افريقيا في القاره مثلا السمراء، البلاد السمراء قوي بقى اللي هي ما بتتكلمش عربي، مثلا نيجيريا، كوت ديفوار، كاميرون، السنغال، وقلت له مثلا ايه
عادل امام، عمر الشريف، ما اعرفش ايه، يقول لك ما اعرفوش. لازم تتكلمش عربي. لكن لما تقول له ابو تريكه، تقول له مش عارف حماده امام، حسن شحاته، الخطيب، يعرف. لما تقول له اهلي وزمالك يعرف، عارف يعني ايه اهلي وزمالك حتى لو مش يعرف اسماء لعيبه. فمع احترامي انا اسف، الوسط الفني كله ده مش نقد ليه، الوسط الفني كله قيمته لا تضاهي ابدا نص او ربع قيمه الاهلي والزمالك دغري. فعقلي ما يقبلش ابدا ان اسمع ان في فنان رايح هناك او كاست كامل رايح هناك بياخد مثلا 5 6 مليون دولار عشان يروح هناك ويحضر حفله او ينظموا حاجه او بتاع، ولا الاهلي والزمالك واخدين 2 مليون و2 ونص و3 مليون. لا لا. فنتمنى من ادارتين الاهلي والزمالك في الموضوع ده بالاخص الاثنين يتفقوا ويتحدوا صح عشان يعرفوا يعلوا قيمه الماتش ده، لان بامانه الماتش هناك هيبقى بوم، ملعب حكايه وتصوير حكايه بقى الكلام ده للجمهور عشان تقتنع بنقل الماتش. صدقني كويس، انا عارف ان العاطفه ما تحبش ان الماتش يتنقل بره، لكن صدقني هو افضل لينا. هتتفرج على كاميرات بقى وحاجه بقى 4K و8K و HD وبص و50K كمان ومخرج صح نتمنى بس مش هكدب عليك المعلق اللي يعلق يا اما فهد العتيبي او فارس عوض عشان حتى ما يبقاش فيه انحياز لحد، ونسمع تعليق مزيكا ونسمع ننبسط نستمتع بالمباراه. مبروك للكسبان، نبعد عن اي تعصب باذن واحد احد التحفيل يبقى في الشياكه. بس ان شاء الله الفرقتين زي ما قلت لك او الادارتين بمعنى ادق يتفقوا ان هم يقدروا يطلعوا اكبر قدر مادي ليهم، لان الماتش ده هيشاهدوا ملايين الملايين، ده هيبقى الاستاد كله احمر وابيض وهنتفرج على متعه احنا محرومين منها بقالنا كتير، وربنا يرفع عنا احنا كمان في بلدنا ونبدا نرفع ونشوف، نبدا قصدي نتفرج ونشوف ماتش اهلي وزمالك او الدوري عموما بحضور جماهيري ونتفرج وترجع الحياه لطبيعتها لحد ان شاء الله ما الامور تتظبط وترجع. فمش هكدب عليك اتمنى الماتش يبقى بره عادي في السعوديه مفيش مشاكل، بس الناس تطلع صح. لحد كده انا مش عايز اطول عليك واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.